السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبألف خير. كل يوم بنعمل أكلة جديدة ووصفة جديدة عشان ما تحتاريش هتعملي أكلة ايه النهاردة. عندنا أفكار جديد بنقدموها معاكم، كل يوم فكرة، كل يوم أكلة، علشان ما تبقيش عارفة هتعملي ايه. لا، بنعرفوكي كل حاجة وبأقل المقادير. دلوقتي هنعمل وصفة سجق بالبرغل. يلا بينا نشوف الوصفة، بس ما تنسوش تعملوا لايك وبتشتركوا معايا لأول مرة. دلوقتي انا عندي السجق، جبته وقطعته زي ما انتوا شايفين بالقطعة ده او بالحجم ده او اي حجم انتوا عايزين تقطعوه بيه. وبعدين هنعمل ايه تاني؟ هنعمل البرغل. بصوا برغل اهو، شوفوا قدامكم البرغل. طيب الوصفة دي وصفة جميلة جدا وسهلة ومش هتاخد منكم اي وقت خالص وهتعجبكم جدا، وصفة جديدة وصحية وجميلة. اول حاجة بقى هنعملوها عشان بس ايه، مش عايزة اطول عليكم الفيديو. هنروح نعمله، نحط البرغل كده قدامكم زي ما انتم شايفين اهوت اهو، الكميه بتاعه البرغل اللي احنا هنستعملوها. وعندنا بقى نجيبوا الوك بتاعنا او الطاسه او اي حاجه هتعملي فيها زي ما احنا متعودين، وتسيبوها فاضيه من غير ما نحط فيها ولا سمنه ولا زيت زي ما انتم شايفين قدامكم اهو. كل اللي هنعملوه اللي احنا هنسيبوها بس على النار تسخن شويه. ليه تسخن شويه؟ عشان لما هننزل بالسجق ما يلزقش فيها اهوت. نسمي الله بقى كده وننزل بقى السجق كده اهوت كده، بسم الله ما شاء الله. ونسيب السجق ايه، هنقلبوه. انا اول ما بنزل بالسجق بقلبه تقليبه ايه كويسه كده، كله 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 كله، عشان يعني ايه لو الطاسه بتاعتك او الوك بتاعك اللي بتستعمليه بيلزق فيه الحاجه، لا لما هتقلبيه كده لغايه ما تحسي ان هو ايه بدأ يلمع معاكي وبدأ ينزل الدهون او الماده الدهنيه اللي موجوده فيه اهو. شوفوا اهو، حتى مش عارفه هشوفه بدأ ينزل الدهون بتاعته اهي. هنقلبوه بقى كويس ونسيبوه لحد ايه ما يبدأ يستوي معانا اهو كده. بس احنا مش هنحط عليه ولا بصل ولا فلفل ولا هنحط عليه اي حاجه خالص. كل اللي هنحطه شويه ملح زي ما انتم شايفين كده اهوت، ملح نزلت بشويه من الملح وهنزل بشويه من الفلفل الاسمر. دي البهارات بتاعتنا، ملح وفلفل اسمر، مش هنزل بحاجه اكتر من كده. ولا هحط بصل ولا هحط فلفل اخضر ولا اي حاجه، اللي هو الفلفل الرومي بتاعنا الخضار ده، بس كده. وهنقلبوها بقى تقليبه حلوه كده ونسيبوه ايه شويه كده، يعني ايه, شويه لغايه ما تحس ان هو استوى. شوفوا كل ما تسيبيه اكتر كل ما بيبدا ينزل برده الدهون بتاعته اكتر اهو. وهنغطي عليه ونسيبوه ايه شويه اهوت. وبعد شويه بقى هرجع لكم ونشوفوه مع بعض زي ما انتم شايفينه كده اهوت. بسم الله ما شاء الله، السجق بتاعنا استوى وبقى زي الفل. بصوا جميل جدا. وبصوا هتدوقيه هيبقى طعمه خطير جدا وملح مظبوط وكل حاجه. ابدا بقى اشيله كده في طبق او اشيله في اي حاجه بقى نصفيه يعني من الدهون. نسيب الدهون اللي ننزلها دي هنسيبوها زي ما هي في في الوك بتاعنا او الطاسه بتاعتنا اللي احنا ايه بنشتغل فيها ادي هي. طب هنعمل ايه بعد كده؟ هنجيبوا بصلايه انا مقطعاها لقطع صغيره او مكعبات صغيره، هننزل في نفس الماده الدهنيه بتاعت ايه السجق. احنا شلنا السجق وتفضل الدهون بتاعته اهي. هننزل ايه بالبصله، وهناخده طبعا البصله ايه تشويحه كده لحد ايه ما تبدا تدبل معانا ولونها يعني ايه. لا احنا مش هنسيبه اصفر، لا هنغمقوها ايه, سنه، يعني تبقى غامقه سنه كده اهو. اهم حاجه تقلبيها عشان ايه ما تحسيش ان جزء مثلا اتغمق وجزء لسه فاتح، لا لغايه ما تبقى ايه تمام كده وكلها لون واحد ودرجه واحده. يعني ايه، يعني احنا مش عايزينها محروقه، لا قبل المحروقه كده بشويه، عشان احنا ما بنعملش رز صياديه، لا احنا ايه عايزينها ايه يعني فاتحه شويه عن ايه الغمقان. وننزل بقى بالبرغل. بس عايزه اقول لكم حاجه، البرغل دوت انا طبعا بعد ما فضيته طبعا رحت غسلته كويس جدا وسبته يعني ايه يجي عبال ما عملنا السجق كان يعني ايه، وصفيته بقى من الميه. وبعد كده بقى ابدا احطه بقى ايه زي ما انتم شايفين كده في البصله على البصله يعني اللي اتحمرت، وناخدوها بقى ايه تقليبه. وكمان عايزه اقول لكم تركه بسيطه كده طبعا يعني ايه البرغل دوت مقاديره ازاي عشان يبقى مظبوط معاكي. المقادير بتاعته اللي انتوا مثلا هتحطوا، مثلا هتحطوا كوبايه برغل قصادها كوبايه شوربه، سواء مرقه فراخ او مرقه لحمه شوربه يعني، او ما فيش حط الميه. بس يستحب مع البرغل يكون في ايه شوربه ما تكونش ميه، يعني سواء عندك شوربه لحمه او شوربه فراخ حطيها عادي. وطبعا الشوربه لازم تكون سخنه، ويعني ايه سخنه قوي يعني وانت بتنزليها عشان ايه
يستوي معانا كده على طول يبقى تمام. اهو زي ما انتم شايفينه كده انا حطيت اهوت الشوربه عليه. طبعا عامله المقدار بتاعي دول كوبايتين ونص من البرغل، حطيت عليهم كوبايتين ونص من شوربه اللحمه كانت موجوده عندي. وطبعا الشوربه انتوا عارفين الشوربه بيبقى فيها ملح، بس احنا برضو هندوق الملح بتاعه عشان نشوفوا ايه الملح مظبوط ولا لا. لو حسيت ان هي مثلا محتاجه شويه ملح هنزود طبعا شويه ملح عشان نظبط ملحنا. اهو انا دلوقتي دقتها حسيت ان هو محتاج ملح، فانا احط لها شويه من الملح وايه، وابدا بقى ايه اقلب ايه تاني اخده تقليبه بقى كده عشان ايه اهو شويه من الملح اهوت. وبعد كده اقلب ايه البرغل بتاعنا اهو. وعلى فكره عايزه اقول لكم هيبقى طبق شهي جدا جدا يعني، وبصوا هيعجبكم قوي. اهو نجيبه بقى حاجه وايه وهنسيبوه بقى على النار كده لحد ايه ما يستوي. هنغطيه بقى باي غطا عندك ماشي اهو، واسيبه بقى لحد ما يبقى تمام التمام خالص معانا اهو. او بعد ما استوى بقى نروح له بقى بعد ايه نسيبه مثلا يجي ايه 10 دقايق كده. وهو بسم الله ما شاء الله البرغل استوى معانا وبقى زي الفل اهوت. وشوفوا مفرفر ازاي، تحفه بجد، طعمه وريحته خطيره بجد. احلى طبق هتعمليه برجر بالسجق، خطير خطير بجد يعني، او سجق بالبرجر بقى زي ما انتوا عايزين. ويبقى كده استوى معانا وبقى نقدموه وناكله احلى وجبه واخف وجبه اهيت. بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده احلى طبق برجر بالسجق، خطير ولا كلمه، ووصفه جديده وصحيه وما فيهاش يعني ايه يعني ما فيهاش دهون ياما، يعني دهونها منها فيها كده. بصوا طعمه خطير خطير، مش عايزه اقول لكم عامل ازاي بجد تحفه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك بتشوفوني لاول مره، واشوفكم الفيديو الجاي على خير. وما تنسوش تكتبوا لي اللي انتوا عايزينه في التعليقات، وباي باي.